بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم السيد بدرية من لوس أنجلوس كاليفورنيا. النهاردة 5/7/2013. أحب أديكم صورة على إزاي المجتمع الأمريكي بتجوله المعلومة الداخلية والخارجية. المجتمع الامريكي دايما القرارات الكبيرة جدا جدا، عشان افهمكم ان هي بتحصل في وسط الاسبوع، بعيد عن الاجازات الاسبوعية اللي هي الويكند، او بعيد عن الاجازات الرسمية زي الاعياد الرسمية. عشان كده اما بيعملوا الانتخابات بيعملوها يوم الثلاث، فدي تديك فرصة اللي انت تفهم ازاي الشعب الامريكي بتجيله المعلومة المهمة. اللي حصل يوم 3/7، وازاي الادارة الامريكية تعاملت معاه واوباما تعاملت معاه وازاي الشعب تعامل معاه. في فرق بين الاثنين. الشعب الامريكي لمدة 3-4 ايام شاف المصريين بالملايين خارجين في الشوارع وبيطلبوا عزل مرسي وان هم يخدم الثورة تاني، فده كانوا فاهمينها كويس قوي. اما القرار جه يوم 3، كان يوم 4 اجازة رسمية كبيرة جدا جدا معروفة في امريكا اللي هي Independence Day. فالامريكان ما بيبقوش مهتمين بالصحافة والاعلام لان هم داخلين على اجازة كبيرة. ولكن عشان نفهم ليه الإدارة الأمريكية وبالذات أوباما وبالذات السفيرة الأمريكية في القاهرة تعاملت مع قرار يوم 3/7، يوم القرار الكبير وخروج المصريين بالملايين. أولا لازم نفهم ان اوباما مصر بالنسبة له كانت مهمة جدا جدا، اللي هو يعمل حاجة تتحط في التاريخ. ولما جه في 2009 في شهر 6 وعمل الخطاب في جامعة القاهرة، يومها كانت بداية نهاية مبارك، لان هو شاف مبارك راجل عجوز ومش قادر وكلام من ده، فبدأت الخطة لتحضير من يحكم مصر. وعلى طول كانت في حملة من أمير قطر التعامل مع جون كيري اللي هو وزير الخارجية الأمريكي، النهاردة كان أيامها سنتر. فبدأوا يتفقوا إزاي يحطوا إخوان المسلمين في الحكم في مصر. وحصل إن هي الإدارة الأمريكية بدأت تدرب ناس من الإخوان المسلمين لتحضيرهم للحكم في مصر. يوم 25 كان مفاجأة للإدارة الأمريكية الوقت نفسه، وكان مفاجأة للإخوان، ولكن بداية تعامل الأمريكان مع الإخوان اللي هو كان فجر 28 يناير، لما عرفوا ان حزب الله وحماس دخلوا وطلعوا الاخوان من السجون، وبدأوا الاخوان يبقوا جزء مجزأ من الثورة المصرية. ويوم 3 فبراير كانت بداية وضع الاخوان في الحكم في مصر. وكلنا عارفين بالتعامل مع الجيش والتعامل مع عمر سليمان، واحنا فاهمين ايه اللي حصل، فمش هناخد وقت في الكلام ازاي الاخوان وصلوا للحكم. ولكن ازاي الشعب الامريكي شاف اللي حصل ده مهم جدا. لابد ان احنا نفهم اللي اوباما طبعا زعل ان هو اللي حط الاخوان في مصر، والاخوان قعدوا سنة وبعد كده شالوا، فلازم الرياكشن بتاعه يتفهم. وبعدين المهم جدا اللي هو الكونجرس والسنت
اللي هو بتوع مجلس الشعب ومجلس والشورى في أمريكا، ريبابليكان وديمقراط، الحزب الاشتراكي والحزب الديمقراطي، كله فرحان ان الشعب المصري اخذ ثورته بعد سنة. ولابد نفهم ان هم الاخوان، كلمة اخوان المسلمين، مسلم براذر هود في امريكا، كانت كلمة وحشة نيجاتيف، والاخوان صرفوا ملايين عشان لتغييرها في دماغ الشعب الامريكي. ولكن يعني السنة ما حصلش اللي هم كانوا عاوزينه، فلابد ان احنا يعني نفرح. واللي حصل يوم 3 حصل بطريقة حرفية عظيمة جدا. يعني السيسي عمل الخطاب، وقعد شيخ الازهر، وقعد البابا بتاع الكنيسة المصرية، وكان في ناس عسكريين ومدنيين ومرأة وكلام من ده في القعدة. كان شكل عظيم جدا. والامريكان متعودين على الانقلابات، ان هم يشوفوا انقلاب عسكري فبيشوفوا جنرالات ولوائيات واقفين، زي ما حصل في 52. كنا شايفين ان كل الموجودين كانت ثورة عسكرية او انقلاب عسكري، مش مهم. ولكن النهاردة الشعب الامريكي شاف اللي حصل في الشارع، وشاف ان الجيش جزء من الشعب، وساعد الشعب على ان هو يحقق له مطالبه، اللي هو الشعب نزل. فالشعب الامريكي فاهم كده. اما تكون الميديا الليبرو اللي هي مثل CNN والبي بي سي والكلام من ده بتتكلم، ما تسمعوش كلامهم، لانهم الميديا دي بس مش بس للامريكان. في ميديات كتيره، وفي تلفزيونات كتيره ومحطات كتيره فرحانين اللي الشعب المصري اخذ ثورته تاني اللي كانت مسروقه. المهم اللي احنا نركز على حاجة، اللي احنا بس ما نبدأش نحتفل وننسى اللي دي جولة من الجولات. يعني اي نعم، اللي احنا الجولة التانية او التالتة ضربنا الاخوان قضية فوقع، ولكن لسه في جولات، في 12 جولة لازم نعمل حسابنا. ولازم نعمل حسابنا اللي هو الإخوان هيقفوا على رجلهم تاني، وهيبدأوا يعملوا اللي هم شاطرين فيه، إرهابنا. لأن الإخوان ومعاهم الجهاد السلفيين طلعوا شاطرين، وبصراحة طلعوا أذكياء وعارفين بيعملوا إيه. ولكن الإخوان والجهاد ده تركيبتهم، اما بيعوزوا حاجة بيطلبوا بطريقة اللي هو اندر جراوند، اللي هو تحت الارض، اللي هو العمليات الارهابية. وهيعملوا. لازم نعمل حسابنا، لازم نعمل حسابنا المدى الطويل. احنا عملنا الصح والسرق مننا ثورتنا وصحينا، فلا بد اللي احنا نعمل حسابنا، لان احنا بنعيش اعظم ايام في مصر. كان الواحد دايما يقول يعني يسمع على عظمة مصر أيام الفراعنة، وعظمة مصر أيام محمد علي وسعد زغلول وأحمد عرابي وعبد الناصر، كان في عظمة، كان في تحس بعظمة. حفرنا الكنال وبنينا الهرم وعملنا السد العالي، كان في عظمة. النهاردة في عظمة، العظمة اللي انت قدرتك على إعادة مصر في إيدك، مش في إيد مجموعة عاوزة تستغل الدين بأن توجهك للسياسة. فأنا بناشد السينمائيين وبالذات الأستاذ خالد يوسف، لابد اللي احنا نعمل حملة ونستفاد بالمصريين في الخارج منها، لان احنا المصريين عارفين عجينة اللي في الخارج، عارفين عجينة الامريكان والاوروبيين، لان احنا عايشين معاهم. فلابد اللي احنا نوجه لهم المعلومة ونقول لهم ايه اللي حصل بطريقتهم، لان هم ما بيبعتوا لنا معلومة في مصر بيقدموها لنا بطريقتنا احنا.
فلابد ان احنا نعمل حسابنا ونعمل توعية للشعوب العالم ماذا فعل المصريين في خلال الاسبوع اللي فات، ونكون كلنا حافظين الفريزات ومعمولة، وكلنا بنقول كلمة واحدة عشان التكرار بيعلم الشطار. لابد المحافظة على ثورتنا بطريقتنا، ولابد تفهيم العالم اجمع وتفهيم، لان اوعى تنسوا الاخوان هيسكتوا، ده هيحطوا فلوس كتيره في امريكا عشان يفهموا الناس اللي ده اتسرقت منهم الحكم. لا، لابد اللي احنا نعمل حسابنا، لابد اللي احنا نشتغل ونشتغل اكتر، لان احنا لازم نقدم مصر لولادنا. احنا خلاص الجيل بتاعنا عجز، ولازم يقدم مصر جميلة الى الجيل الجديد. فبالله عليكم الصبر واعملوا حسابكم اللي احنا قدامنا ايام طويلة هيضربونا بالقنابل وهيفجروا في كل حتة في مصر، ولكن عملوها قبل كده، عملوها واحنا نجحنا اللي احنا ناخد مصر تاني منهم، وده تاريخهم. فليه يعني انت مستغرب ليه اللي هم مش هيضربوك؟ لا، لازم تعمل حسابك اللي هم هيحاربوك. فلا بد بعمل حملة لتوعية الناس. المصريين أذكياء وعرفوا ايه اللي حصل في الداخل، لكن لازم نوعي الخارج ماذا فعل المصريين، وازاي المصريين اخذوا ثورتهم تاني بمساعدة الجيش. فحياكم الله وربنا يخليكم ومبروك عليكم مصر. بس لابد اللي احنا نحط ايدنا في ايد بعض، ولابد اللي احنا نكون عندنا صبر، ولابد اللي احنا نتحمل. احنا سرقنا منهم اللي هم سرقوه مننا، اخدنا الثورة حقنا، ما سرقناهوش، حقنا اخدناه. فهم طبعا لازم يكونوا زعلانين ومتوقعين ايه احنا. لا، لازم نتوقع اللي احنا لابد اللي هو المدى طويل والحرب طويلة، ولابد اللي احنا نحط ايدنا في ايد بعض. والشعب الامريكي اللي انا شايفه اللي هو فاهم ايه اللي بيحصل. الادارة الامريكية زعلانة لانها ده كان الطفل بتاعها المدلل، اللي هي عاوزة تغير خريطة الشرق الاوسط باخوان المسلمين، ولكن تفاجئهم. فعشان كده ولكن غصب عن اوباما وغصب عن الاداره الامريكيه هيمشوا مع الشعب، بما ان الكونجرس والسنت موافق وفرحان ان مصر رجعت تاني، مصر القويه، مصر اللي كلنا بديانات بس في الوسط. قشطة عليكم وحياكم الله، واشوفكم قريب.